السلام عليكم. اليوم حضرت لكم تحلية الكراميل اللي تستاهل تجربوها. بدنا لا توصف، خفيفة بزاف وما تحسوش روحكم تاكلوا فلون عادي، تحسوها أقرب للباتيسري بكريمة خفيفة وناعمة. نبدأ بالتحضير. في كاسرونة نحط كاس ونص حليب، نضيف كيس فلون كراميل وملعقة كبيرة نشاء ذرة، نخلط الكل بارد في بارد، وبعدها نحطهم على نار هادية مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام. بعد ما يسقل نفرغ الخليط في بول ونغطيه مباشرة بغلاف بلاستيكي يكون ملاصق للكريمة باش ما تتشكلش القشرة فوق، ونخليه يبرد تماما. بعد ما يبرد نخلط بالخلاط الكهربائي ونزيد نص كاس شونتي. نخلط مليح حتى نتحصل على قوام كريمي خفيف ناعم. نمر للتركيب، نغمس أي بسكوي مسوفر في الحليب وندير طبقة خفيفة في الكاسات، يعني تقريبا حبة بسكوي. بعدها نعمر كيس بلاستيكي بالكريمة اللي حضرناها باش تكون الخدمة نقية ومرتبة، وندير طبقة من الكريمة. ونعاود نفس الخطوات، طبقة بسكوي مغموس في الحليب ثم طبقة كريمة حتى نتحصل على طبقات جميلة. بالنسبة للتزيين فهو اختياري، 2 كؤوس زينتهم بالكراميل وشرائح اللوز ولوز مرحي في النص، والكأسين الآخرين درت غير لوز مرحي. وشوفوا النتيجة، تحلية خفيفة وكريمية، طبقات جو روعة، والبنة أكثر من رائعة. هذه الكمية خرجت لي 4 كؤوس ما شاء الله. شوفوا طبقات تجي خفيفة ومنظمة، والكريمة قوامها ناعم وكريمي، والبنة تذوب في الفرن. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.